من ملعب المباراة، ومنذ قليل ده أداء تمرين النادي الأهلي، وشفنا جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في المدرجات وأدائهم. ويمكن كان في بعض الأشخاص، يعني يمكن كان في ما اعرفش معترضين على ايه من واضح الداخلية أو الشرطة التونسية مع الجماهير، مش عارف ايه بالظبط. نحاول نعرف، طبعا هيكون معانا كمان شوية زميلنا مهيب عبد الهادي يقول لنا يعني اذا كان في اخبار التدخل. كابتن علاء عبد الصادر المشرف العام على الكره، ده استاد رادس طبعا، الاستاد الكبير والجديد في تونس. هنتكلم طبعا عن كل حاجه عن تونس. عندنا لقاءات مهمه جدا 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 من تونس، وعندنا لقاءات من برضه من تونس على نادي الزمالك. طبعا هشام العمري عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه كان واقف في الصوره المره اللي فاتت. هيبقى عندنا لقاءات مع الاهلي ساعة المباراه، هيبقى عندنا لقاءات مع الزمالك برضه من تونس، ماتش الصفاقسي. عندنا فرقتين، مصر في الصفاقسي والترجي. ادي برضه زميلنا مهيب، يعني مش عارف هو اللي عنده المشكله ايه، هنعرف منه بعد شويه طبعا كل حاجه. يعني بيحاول يحل المشاكل. ان شاء الله ما فيش مشاكل، ان شاء الله الماتش يخلص على خير، ماتشين يطلعوا على خير، والزمالك يكسب والاهلي يكسب ان شاء الله باذن الله. عندنا اخبار كثيره النهارده، وعندنا يعني كل يوم